بسم الله الرحمن الرحيم فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم. الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ومراده المتصرف كيف شاء في خلقه وعباده وخلق منهم من شاء وهداه إلى سلك سبيل رشاده فأعرض عن الدنيا وزخارفها لعلمه بنفاده وأقبل على آخرته وأكثر من الزاد اليوم معاده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الذي بنوره أشرق الكون في أغواره وأنجاده وعلى كل من تبعه واختفى آثاره ما جدد المجددون دينه أما بعد فأوصي ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وصية أوصى بها أخ أخاه وهي سبيل السعادة والنجاة قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون الكرام، لقد تناولنا في خطبتنا السابقة تلك الأسس والمبادئ السامية التي أقام عليها شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه ونفعنا ببركاته منهجه التجديدي من نية الخير وقوله وفعله ومن التمسك بالكتاب والسنة وخير ذلك مما ذكرناه. وأما اليوم فنتناول عنصرين هامين من تلك العناصر وركيزتين من ركائز المريدية ألا وهما العلم والعمل اللذان يقول الشيخ فيهما العلم والعمل جوهران لخير الدارين يجلبان. إخوة الإيمان، إن العلم كما نعرف يحتل مكانا مرموقا في ديننا إذ كان أول أمر وجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. ولأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على الاستزادة من العلم في كل يوم وكان يكثر الدعاء بذلك فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك علما نافعا كما كان يستعيذ من يوم لم يزدد فيه علما فيقول عليه الصلاة والسلام ما بورك لي في يوم لم أزدد فيه علما. ولعلم صحابته حرصه صلى الله عليه وسلم على العلم بذلوا النفس والنفيس في تحصيله فنبغ منهم علماء وأجلاء نصروا العلم في أنحاء العالم وساهموا في إقامة حضارة أساسها العلم وقوامها العمل. وكان الأوائل من المسلمين ملتزمين بهذا المبدأ حريصين على تحصيل العلوم دينيها ودنياها. ولكن مع مضي العصر وتعاقب الدهور تقاعس المسلمون في تحصيل العلوم وغفلوا عن هذا الركن الحضاري المتين مما مكن أعداءهم من السيطرة على بلدانهم وفرض حضارتهم عليهم فصاروا أتباعا بعد أن كانوا متبوعين. وقد كان عامة المسلمين يعيذون مثل هذه الظروف المهينة عند شهور الشيخ الخديم
في القرن الثالث عشر الهجري، كما أشار إلى ذلك مريده الصادق وحبيبه العاشق الشيخ مكي بوسو رضي الله عنهما، يقول في قصيدته الميمية: أتى وطريق القوم كالقفر دارسا، وأعلامه مدموسة والمناسم، فطلق دنياه ثلاثا مبينها، وجاهد في المولى وإن لا ملائم. وكان أعظم جهاد الشيخ الخديم في إنقاذ الأمة المحمدية من هذه الإهانة والاستقلال في إصلاحه للعلم، لأنه علم أن أي إصلاح لا يبنى على أساس العلم فلا سبيل له إلى النجاح. وقد سلك الشيخ الخديم رضي الله عنه في إصلاحه منهجا دقيقا وساملا، بدأ بإصلاح المقررات الدراسية، ثم تعيين مدرسين أكفاء مع كتابة الوصايا التي تحث المريدين على طلب العلم. وما أكثر ما كتبه في حث المريدين على تحصيل العلوم قبل الخوض في أي عمل. يقول رضي الله عنه: يا أيها الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل، فسارعوا للعلم أجمعين لوجه ذي الجلال خاسدين. وبفضل جهوده المباركة في هذا الميدان تخرج من مدرسته نوابغ كبار لعبوا دورا هاما في نشر العلوم في أرجاء بلادنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء وثبتنا على منهجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفضل على عباده بأنواع النعم، وصلواته وسلامه على أفضل خلقه سيدنا محمد المبعوث إلى سائر الأمم، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والكرم، وعلى كل من تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم بعث الرمم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلانية، ثم اعلموا وفقكم الله أن العلم بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة ثمرتها، فلا خير في علم لا يتبعه عمل. ولضرورة ملازمة العلم للعمل ضرب الله مثلا لمن يحمل علما ولا يعمل به بمثل يتبرأ منه كل لبيب ويبتعد عنه كل أريب، وذلكم قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولأجل هذا أيها المؤمنون كان شيخنا الخديم رضي الله عنه يقرن بين العلم والعمل في كثير من وصاياه، كما كان يحث أتباعه على العمل بما اكتسبوه من العلوم، كقوله رضي الله عنه: والعلم أفضل أخي من العمل، وأسه ففاس من له حصل، لكنما ثمره كالنفع في عمل به فكن ذا الجمع. ومفهوم العمل أيها الإخوة في منهج الشيخ الخديم يتناول العمل بالمعلوم من العلوم الشرعية، كما يتناول العمل بمعنى كسب الحلال. ففي الأول يقول رضي الله عنه: فوز يدوم والمنى والفرح لمن بعلم وبسعي يعبد. وأما العمل لطلب الحلال فكان حريصا عليه حرصا نابعا من فهمه الحميق للإسلام، إذ هو دين يجمع بين الحياتين. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولأجل هذا كان الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه يربي أتباعه على العمل البدني لكسب الحلال ويحثهم على ذلك، كما في قوله رضي الله عنه: وطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بخير وهم. وبإعادته رضي الله عنه مفهوم العمل في الإسلام إلى حقيقته أحدث ثورة في التصوف، إذ كان المنتسبون إليه غارقين في رهبانية ابتدأوها ما كتبها الله عليهم، فكانوا يعتمدون في عيشهم على ما يتفضل به الناس عليهم من العطايا والصدقات، ظانين أن ذلك هو حقيقة التوكل. ونبههم الشيخ رضي الله عنه
على أن كسب الحلال لا ينافي التوكل. قال: واعلم بأن الكسب لا ينافي توكلا لا تك ذا إتلاف. وقد طبق أتباعه هذا المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، فأصبحوا قوة يسار إليهم ببنان التقدير والاحترام، ومثلوا الإسلام تمثيلا حقيقيا ساعد في اعتناق كثير من الناس لهذا الدين الحنيف. فما أحرى بنا أيها المؤمنون أن نتمسك بتلك المبادئ السامية ونسعى دائما لنشرها في أرجاء المعمورة، وبذلك ندخل في زمرة من قال فيهم رضي الله عنه: واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا. جعلنا الله وإياكم من تلك الفرقة الناجية، وثبت أقدامنا على منهجه القويم، ونفعنا ببركاته، وزاده رزقا ودرجة ورفعة، وما ذلك على الله بعزيز. كما ندعو الله تعالى أن يبلغنا اليوم 18 من صفر الخير، هذا اليوم العظيم، وأن يوفقنا على تعظيمه بالوجه الذي يرضيه ويرضي الله تعالى، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة أعواما عديدة باليمن والبركة. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضوانه على عبده وخديم رسوله شيخنا أحمد الخديم، وعلى كل من تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.